اجيب تجميع ولا اجيب استيراد؟ طب لو جبت التجميع بيقولوا التجميع الجديد اللي في السوق ده كله صيني. طب لو جبت الاستيراد الاصلي بيقولوا فيه مشاكل وبيقولوا فيه وجع قلب وبيرستر وبيطفي ويضرب في الفريمات ويطفي ويشتغل لوحده وشاشه زرقاء وشاشه سوداء. لو انت من الناس اللي محتار ما بين التجميع والاستيراد، ان شاء الله في الفيديو ده انا هفيدك وهجيب لك الخلاصه بتاعت التجميع وبتاعت الاستيراد. انا وليد زايد، وفي فيديو النهارده ان شاء الله باذن الله جايب لكم كيسه استيراد هي من اكتر الكيسات الشعبيه في مصر. هي الاتش بي 800 جي 1. الكيسه دي من اكتر الكيسات الموجوده في مصر والشعبيه في مصر، هي والاتش بي 600 جي 1 والديل ال 7020، وهم ما بيفرقوش كتير عن بعضهم، يعني ال 800 نفس ال 600 بس في حاجات زياده فيها شويه بس. ففيديو النهارده ان شاء الله باذن الله هلخص لك ال 800 جي 1 وال 600 جي 1 في الفيديو ده. لو انت نازل تشتري حاجه منهم، اهم حاجه ما تنساش تضغط اللايك وتشترك في القناه وتشير الفيديو عشان غيرك يستفيد، وفي نفس الوقت فعل زرار الجرس عشان يوصلك الفيديوهات اللي جايه، لان الفيديوهات اللي جايه هنجيب لكم ان شاء الله تجميعات كويسه قوي قوي قوي. ويلا بينا نشوف الكيسه. ودي طبعا الكيسه اللي هي 800 جي 1 يا جماعه. الكيسه دي هي شكلها البادي كويس، يعني البادي اللي يستحمل خبط والكلام ده كله. هو بيجي طبعا متكحت من الحط فوق بعضه، بيتحط فوق بعضه كذا كيسه فوق بعضهم، بتلاقي عامل لك صف كده حوالي مثلا 50 كيسه او 20 30 كيسه فوق بعض، فبيجي لك متكحت من هنا او من هنا او اي تكحيتات بتبقى فيه. طبعا الكيسه هي شكلها زي الكيسات اللي هي القديمه، اللي هي الجنب طبعا بيبقى صاج مقفول، ما فيهوش اي مراوح وما فيهاش اي مراوح من قدام. فيها زرار الباور، طبعا فيها 2 يو اس بي 2 و2 يو اس بي 3 وسوكيتين للسماعه للسماعات الهيدفون. نيجي بقى للكيسه من جوه. الكيسه طبعا بتيجي ب4 بنك رام، جايب 4 بنك رام وجايب بروسيسور اي 5 4590. طبعا البروسيسور ده 4 كور و4 مسارات، 6 ميجا كاش، وفي نفس الوقت في كارت شاشة داخلي انتل اتش دي 4600. الكارت ده حوالي 350 ميجا هرتز وبيوصل ل 1 جيجا وربع. طبعا الكارت اصلا ما يشغلش اي حاجة حاليا. البروسيسور ده 3.3 جيجا هرتز، ومع البوست او التربو بيوصل ل 3.7 جيجا هرتز. لو جينا بصينا هنا على الباور سبلاي، فالباور سبلاي ده 320 واط، فالباور سبلاي طبعا قليل. ولو جينا هنا بصينا ان احنا نغير الباور سبلاي بعد كده، فهنقابل مشكله ان الباور سبلاي ده مش هتلاقي نفس المساحه بتاعته او نفس ابعاده، عشان اي باور سبلاي في السوق مش هيركب على المكان ده. هتجيب اي باور سبلاي عندك قديم او جديد تيجي تركبه مش هيركب، لان بيبقى مختلف في مقاساته، بتبقى مختلفه. وفي نفس الوقت الباور ما فيهوش كابل 24 بن، كابل الباور عباره عن كابلين 6 بن وكابل 4 بن، وكابلات الساتا العادية كابلين ساتا، ادي واحد والتاني اهو. نيجي بقى للكيسة من جوه. عموما اول مشكلة هتقابلك مشكلة الباور سبلاي. تاني مشكلة هتقابلك في الكيسة دي مشكلة التهوية، ان الكيسة دي ما فيهاش غير مروحة واحدة، اللي هي دي مروحة واحدة بس، ولا مراوح في الجنب ولا مراوح قدام. وطبعا مع كارت شاشة، لما تيجي تركب كارت شاشة هتلاقي الكيسة مولعة نار. تمام، ده لو حلينا مشكلة الباور سبلاي ان هو الكارت يشتغل مع الباور كويس. لو جينا نركب كارت الشاشة هنلاقي نفسنا مضحيين باليو اس بي 3 دي والثلاث مخارج دول، كل ده كده هيتلغي. هنيجي نركب كارت الشاشة، لو بصينا هنلاقي ان كل مخارج الساتا اتلغت ما عدا مخرجين 2 ساتا بس.
هم اللي شغالين معانا كده تمام. دي اول مشكله هتقابلنا في تركيب كارت الشاشه، ان احنا نلغي 3 مخارج للساتا مش هنقدر نركب فيهم هاردات، والمخرج اليو اس بي 3 اللي هو بيطلع المخرجين اللي قدام، المكانين بتوع اليو اس بي 3 اللي قدام اللي في الكيسه هيتلغوا لو ما نركب كارت شاشه، لان الكيسه دي اصلا مش موجهه للجيمنج عموما، الكيسه دي موجهه لشركات وشغل مكاتب والحاجات دي، فهي مش معمول حساب ان هيركب فيها كارت شاشه، او لو ركب فيها كارت شاشه عشان هم عاملين له اماكنه فهيبقى له بروفايل اللي هو الكروت الصغننه، الكروت الصغيره سواء 1030 له بروفايل، والحاجات اللي له بروفايل اللي هي بتركب ما بتاخدش مكان. فلما نيجي نركب كارت عشان الجيمز كارت عالي هنقابل اول مشكله ان احنا اليو اس بي 3 اللي قدام هنلغيها، وثلاث مخارج ساتا هنلغيهم، يعني مش هنقدر نركب الا هاردين او هارد والسي دي روم ده، واحنا هنشغل السي دي روم هو طبعا انتهى ومحدش بيشغله دلوقتي، فلو شغلنا هارد ساتا وهارد اس اس دي بس هم دول. تاني حاجه البورده دي ما فيهاش ام دوت 2، يعني مكان للام دوت 2 مش موجود، دي حاجه من ضمن العيوب برضو اللي موجوده في البورده دي. البورده دي اصلا مش موجهه للجيمنج، البورده دي موجهه للشركات، الشبايه بتاعتها من انتل كيو 87 دي اصلا مش موجهه للجيمنج ولا الكسر سرعه ولا الكلام ده كله. فالبورده دي اعلى حاجه تركب عليها الاي 7 4790، وده يعتبر اعلى حاجه وعالي قوي عليها كمان، لان البورده دي ما فيهاش غير 3 مراحل طاقه، والثلاث مراحل اصلا ما عليهمش هيت سينك ولا مؤهله انك انت تكسر سرعه او تركب بروسيسور تقيل عليها. يعني لو ركبت بروسيسور تقيل هتلاقي الفي ار ام دي لو دخلت بصيت على حرارتها في الكيسه هتلاقيها مولعه لو بروسيسور تقيل عليها. غير كده وكده الباور اصلا هتقابل فيه مشكله مع الكارت. البورده دي بتيجي باربعه بنك رام، باص 1333 او 1600 اعلى حاجه تركب عليها، باص 1600 ما ينفعش تركب اعلى من باص 1600. غير كده وكده ما ينفعش تركب اعلى من 32 جيجا رام، لان البروسيسور ما بيدعمش الا 32 جيجا رام اعلى حاجه تركب عليه، مع ان الاجيال الجديده دلوقتي بتدعم 128 جيجا رام وبتدعم لحد 2666 في انتل. يبقى كده اول حاجه قلتها لك مشكله الحراره هتقابلك لان مفيش اماكن للمراوح. تاني مشكله هتقابلك مشكله لما تيجي تركب كارت الشاشه هتبقى محكوم بانواع معينه من كارت الشاشه عشان الباور سبلاي، يعني عندك الار اكس 470 570 اعلى حاجه تقدر تركبها على الكيسه، متقدرش تزود عن كده، وممكن ال 570 كمان يعمل ريستارت معاك، وممكن يجيب معاك شاشه زرقاء وممكن يفصل وممكن الجهاز يهنج لان الباور 320 واط. من المشاكل اللي هتقابلكم في الكيسه دي مشكله كروت الشاشه بتراستر. طب هي بتراستر ليه كروت الشاشه؟ يعني لو ركبنا ال 570 هنلاقيه بيراستر معانا والجهاز مره واحده يطفي ويشتغل. طب بيراستر ليه؟ بيراستر بسبب حاجه زي كده، الكونفرت اللي هو الستة بن، كونفرت 6 بن عبارة عن فردة ساتا وفردة 6 بن، ده ما ينفعش لأن ده آخره 60 واط، كونفرت ده آخره 60 واط. ال 570 بيسحب من البوردة 75 واط وبيسحب من الكابل ده 75 واط. هتيجي تشغل عادي الكارت وانت مركب طبعا الستة بن الكونفرت الستة بن، وهتشغل وهيشتغل معاك عادي. هتيجي وقت الضغط على الجهاز يعمل ريستارت، سبب الريستارت هو المشكله في الكونفرت. الكونفرت ده اخره 60 واط والكارت بيسحب 75 واط من البورده و75 واط من الوصله دي، فالوصله دي مش مستحمله ان هي تديله، مش هتقدر تديله 75 واط، فغصب عنه بيفصل بيرستر الجهاز ويقفل. ففي وصلات موجوده في السوق بتبقى عباره عن 2 ساتا زي دي وواحده 6 بن، يعني 2 ساتا وفي الاخر بيخشوا على واحده 6 بن، بتبقى 60 و60 بيغذوا في واحده 6 بن لوحديها، واحده 6 بن كده داخله على الكارت، يعني لو سحب 120 واط هتقدر تشغله، انما واحده فرده كده فردة ساتا اخرها 60 واط. يعني الكابلات دي كده لما نركبها هنا كده دي اخرها 60 واط كده، فلما تبقى 2 ساتا ومخرج واحد 6 بن هيديني 120 واط مش 60. الكارت هيشتغل وهيشتغل معايا مرتاح. الكيسه بتيجي بمكانين لاتش دي دي للهارد ديسك العادي ومكان واحد للاس اس دي، وبتيجي بسماعه خارجيه
هي بتفيد ساعات في حاجات معينة. بالنسبة لكارت الشاشة لما هنيجي نركبه، يعني احنا زي ما شفنا الكارت غطى على المكانين، الكارت غطى على اليو اس بي 3، قفل لنا على اليو اس بي 3 وقفل لنا في نفس الوقت على 3 مخارج ساتا. ال 800 جي 1 بتيجي بمكانين بي سي اي. هتقولي طب ما انا ممكن اركب على المكان التاني. هقول لك المكان التاني هتضحي بالكابل، هتقفل لك على كابل اليو اس بي 2 وكابل الصوت اللي قدام. يعني هيبقى عندك كده انت فصلت المخرجين اليو اس بي 2 اللي قدام ومخرجين السماعه اللي قدام، هتفصل الكابلين دول. ادي نشوف لو جينا نركب مثلا اهو، لازم هنفصل مكان اليو اس بي 2 اللي قدام، هنشيل كابل اليو اس بي 2 اللي قدام ونشيل كابل الاوديو اللي بيوصل السماعات الهيدفون اللي قدام اللي في وش الكيسه. طبعا في الفيديو ده انا وضحت لك كل المشاكل اللي هتقابلك عشان خاطر لو هتجيب الكيسات الاستيراد زي ال 800 جي 1 ال 600 جي 1 الديل 70 20 كل الكلام ده، حابب ان انا اوضح لك مشاكله عشان خاطر ما تقابلش المشاكل دي بعد كده وتندم انك اشتريت الكيسه او تلاقي في دروب معاك في الفريمات. دروب الفريمات بيحصل بسبب ان كارت الشاشه بينزل من ادائه عشان الباور اللي واصله مش كفايه. في نفس الوقت الباور 320 واط مش كفايه ان هو يشغل كيسه بكارت شاشه بروسيسور برامات وهيديك الاداء الكويس. فانت في ايدك قبل ما تجيب انك تفكر في التجميعات. التجميعات عموما يعني انت لو حسبتها التجميعه مثلا هتعمل كام؟ بدايه من 5000 جنيه تجيب تجميعه تعدي اداء دي، تعدي اداء الكيسات الاستيراد عموما، لان الكيسات دي اصلا يعني بالاسعار اللي احنا بنجيبها بيها 4000 و4000 ونص، الاسعار دي كتيره قوي عليها. الجيل الرابع كان كويس ودلوقتي الجيل الرابع ده مات، يعني يعتبر مات خلاص مش موجود اصلا. يعني المفروض ان هو ما يذكرش بس مع ذلك موجود في السوق والناس بتبيعه والكيسات دي جايه بتراب الفلوس وبتتباع لنا احنا بمبالغ. اللي انا عايز اوصل لك انك بال 5000 جنيه اللي جايب بيهم كيسه زي دي ممكن تجمع كيسه باي بي يو من اي ام دي مثلا رايزن 3 2200 جي تشتغل معاك كويس قوي، مع رامه 8 جيجا دي دي ار 4 تشتغل معاك كويس قوي، ومع كيسه كومبو ويبقى فيها ار جي بي والكلام ده كله، تبقى انت شاري حاجتك جديده وعارف انت بتشتغل عليها ازاي. في نفس الوقت بدل ما تلبس في كيسه زي دي، مشكله فيها تاني ما انا نسيت اقولها لكم، ان الرامات ساعات بتفصل، تيجي تشغل الجهاز ما يشتغلش، تحتاج انك تشيل الرامات وتنظف مكانها وتركبها تاني. يعني المشكله دي واجهت ناس كتير قوي، تطلع الرامه وتمسحها وتمسح مكانها وبعد كده تركبها تاني وهي تشتغل يا ما تشتغلش ومغير مكانها تاني، يا تشتغل يا ما تشتغلش تفضل تغير في اماكن. كل بقى ممكن كل مرتين تشغله على الموضوع ده. ممكن تيجي تشغل تلاقي كارت الشاشه مش قاري تضطر تشيله وتركبه تاني. انما في التجميعات الجديده مفيش الكلام ده. ده غير الموضوع الدروب في الفريمات ده موضوع تاني، موضوع تاني اصلا. الكيسه اصلا مش مخصصه جيمنج، فدي بتعمل دروب في الفريمات جامد قوي، يعني مجننه الناس اصلا. كل اللي معاه الكيسات الاستيراد دي اللي هي 800 وال 600 وال 70 20 بيعاني من حاجه اسمها دروب في الفريمات. تيجي تقول له السبب يقول لك ما اعرفش، عامل كل حاجه مظبوطه وتيجي تقول له السبب يقول لك ما اعرفش. فاللي انا عايز اوصله لك انك انت لو بتفكر، لو لسه ما خدتش الخطوه واشتريت، ممكن تفكر وتخش في التجميع احسن لك، احسن من انك انت تشتري حاجه مثلا بقالها 5 سنين شغاله او 6 سنين شغاله. هي كانت كويسه من 5 6 سنين لكن دلوقتي مش هتديك الاداء اللي انت عايزه او مش هتديك القيمه مقابل السعر اللي هتدفعه فيها. انت ممكن بال 5000 جنيه تجمع تجميعه كويسه قوي، وكمان مثلا فتره تقوم جايب كارت شاشه مركبه مع رامه مزودها، هيبقى فيه مش هيبقى معمول لك ليميت للابجريد اللي انت هتعمله. مش يجي يقول لك لا انت اخرك تركب كذا، مش هيجي يقول لك لا اصل معلش انت اخرك على البورده دي تركب لها كذا. لا، في التجميع مش كده. في التجميع تجيب البورده بتدعم بدايه من 2666 وانت طالع بقى تدعم كارت شاشه باور باظ بتشيله وترميه تجيب واحد تاني تركبه. عايز تجيب موديولار تركبه عادي، عايز تجيب باور عادي تركبه، عايز تجيب رخيص تجيب غالي براحتك. قرار بيرجع لك انت، انك انت لما هتركب الباور سبلاي مش هيجي كده هتلاقيه مركبش معاك، هتلاقيه ركب. يعني انت دي مثلا لما تيجي تركب انت عايز تطور، مفيش موضوع التطوير، خلاص ليك سقف. اللي انا عايز اوصله لك ان هيبقى ليك سقف مش هتقدر تزيد عنه. يعني بمعنى اصح انا عملت لك سقف، هو دي الاستيراد كده، انا عامل لك سقف ما تقدرش تعلى عنه. عايز تعلى عنه مش هينفع تطور تبيع وتجيب جديد،
او تجيب استيراد حاجه اعلى. وطبعا ما فيش اساسا في مصر كلها كله دلوقتي الجيل الرابع اللي موجود، سواء ال 70 20 الدل او الاتش دي 800 وال 600. اتمنى ان انا اكون في الفيديو ده فدتكم النهارده، ولو في اي حاجه اكتبوها لي في التعليقات، ولو في اي حد عايز يسال على اي حاجه يا ريت يكتبها في التعليقات، وهكتب لكم رابط الفيسبوك برضو عشان لو عايزين تتواصلوا معايا ونتكلم. ولو في اي تعليق منكم انا اتقبل اي تعليقات. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو، واتمنى ان يكون كل اللي شافنا استفاد مننا النهارده. ولو استفدت ما تنساش تضغط اللايك وتشير الفيديو عشان غيرك يستفيد، وتشترك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان ان شاء الله باذن الله الفيديوهات الجايه اجيب لكم تجميعات كويسه وهتعجبكم. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. ومعاكم وليد زايد، مع السلامه.